بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: حسام عبد الظاهر وتحريره لمحاضرات الموسم الثقافي لمركز تحقيق التراث في عام 2006 و2007. هذا هو الكتاب الذي حرره الصديق العزيز ابننا حسام عبد الظاهر المظلوم. أنا أقول هذا الكلام إنصافا له ولا مجاملة، فلا يزال دكتور حسام يقاطعني لفرط حساسيته، لكن أنا أشهد بالحق. ظلم عندما لم يحصل على جائزة الدولة التشجيعية في كتابه الذي تناول فيه تراث محمد شفيق غربال، وبذل مجهودا خرافيا. هذه حقيقة. قام بتحرير محاضرات الموسم الثقافي بحرص شديد وهو يتسم بالدقة، وتناول هذا الكتاب دور التراث في الحركة الأدبية حسين نصار، فن السينما والتراث والتنمية الثقافية فاروق الرشيدي، زين نصار التأثير العربي على الموسيقى الأوروبية، هذا موضوع في غاية الأهمية، أحمد فؤاد باشا أهمية التراث العلمي العربي، كمال الدين البتنوني التراث العلمي الإسلامي، علي راشد التكنولوجيا في خدمة التراث، ثم شريف شاهين التكنولوجيا في خدمة التراث، وبعد هذا كمال الدين بتنوني التنوع البيولوجي في التراث العربي، أخلاقية التعليم في التراث العربي حسين ربيع، الحكاية الشعبية والشعر أحمد مرسي، أهمية المخطوطات العلمية الشارحة أحمد فؤاد باشا. بصراحة عمل علمي متميز، والعلماء الأفاضل كتبوا محاضراتهم بنوع من التبسيط حتى لا يقعوا في أسر الأكاديمية التي حبست الكثيرين في قاعات الدرس. والموضوع متنوع، ومن أهم ما كتب في هذا الكتاب زين نصار التأثير العربي على الموسيقى الأوروبية. التأثير العربي حاسم في حضارة أوروبا بشكل كبير، والأوروبيون إذا لم يعترفوا هذه رؤيتهم فهم ضحايا المركزية الأوروبية التي تتوهم أنهم سادت كل شيء. هذه مصيبة ورؤية عنصرية حمقاء. فبالفعل موضوعات رائعة. أنا أشيد بهذا الباحث وأقدره، وقد أتاني مشكورا هذا الكتاب في يوم 19/8/2014، وبالفعل هو باحث متميز وله العديد من الإصدارات التي أقدرها تقديرا خاصا. شكرا جزيلا.